هل السكر الدايت بديل آمن للسكر العادي؟ السكر الدايت هو سكر مصنع كيميائيا ويستخدم للتحلية للمأكولات والمشروبات باعتبار ان هو زيرو كالوري. هل السكر الدايت هو بس اللي انا بحطه على الشاي والقهوة ولا موجود في اشكال تانية؟ الحقيقة ان هو موجود في اشكال تانية، والحقيقة انه ليه تأثيرات كتيرة، والحقيقة كمان ان انا اقدر اقول لك بدائل انسب تستخدمها. اول حاجة، ايه المنتجات التانية اللي موجود فيها سكر الدايت وانا مش على علم بيها؟ مبدئيا الفري شوجر جام اللي هو اللبان اللي ما فيهوش سكر موجود فيه سكر دايت. النيكوتين جام موجود فيه سكر دايت. معجون الاسنان والمضمضه بتاعه الاسنان موجود فيها سكر دايت. حاجات كتيره من الادويه اللي احنا بنستخدمها خاصه ادويه الامساك موجود فيها سكر دايت. كمان موجود في الكريمر اللي بنحطه على القهوه او على النسكافيه. كمان موجود في الزبادي. موجود كمان في المشروبات الغازيه او السوفت درينكس، وموجود في السبورت درينكس المشروبات الرياضيه هو موجود فيها. موجود في المخبوزات الدايت. كمان موجود في الصوصات والصلصات المختلفة أو الصلصات الجاهزة اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت. موجود في التوابل المختلفة اللي بتيجي باكجنج، مش اللي احنا بنشتريها من عند العطار، وده اللي بيديلها الطعم المميز أو النكهة المميزة اللي احنا بنحبها في الأكل. أنا جاية أثير الجدل النهاردة وأقول لك إن السكر الأبيض أكثر أمانا من السكر الدايت. تعالى بسرعة هقول لك 10 حاجات ممكن يسببهم السكر الدايت وأنت مش عارف إن هو السبب فيه. أول حاجة الاكتئاب أو اضطرابات المزاج. لو أنت بتستهلك سكر دايت بكميات كبيرة هو السبب الرئيسي ليه. تاني نقطة السمنة، لأن السكر الدايت ليه تأثير سيء على البكتيريا النافعة في المعدة وعلى جهاز المناعة بتاعك، فبيخلي الجسم يميل أكتر لاتجاه السمنة. النقطة الثالثة اللي هو ليه تأثير عليها، الأبحاث العلمية مؤخرا أثبتت إن هو ممكن يكون من المسببات الرئيسية لمرض السكر من النوع الثاني، لأنه بيزود مقاومة الأنسولين اللي موجودة في الجسم. رابع نقطة هقول لك عليها إن هو ليه تأثير سيء جدا على الحامل والمرضع، وبيقدر يأثر على البيبي كمان سواء في مرحلة الحمل أو في مرحلة الرضاعة، ويسبب له في مراحل بعد كده سمنة ويسبب له سكر من النوع الثاني. النقطة الخامسة إن هو بيسبب الصداع وبيسبب كمان الصداع النصفي. النقطة السادسة إن هو ليه تأثير سيء جدا على القلب وعلى الأوعية الدموية وبيسبب أمراض القلب وبيسبب الضغط. النقطة السابعة إن هو ممكن يتسبب في الخرف وفي فقدان الذاكرة المؤقت. النقطة الثامنة إن هو بيسبب القولون العصبي والقولون التقرحي بسبب تأثيره السيء على بكتيريا المعدة، وكمان إن هو ليه تأثير سيء جدا على المناعة. النقطة التاسعة اللي هقول لك عليها إنه بيسبب أمراض الكبد وبيخلي الكبد يميل إن هو يبقى كبد دهني، اللي بعد كده بيخش في مراحل الفايبروزيس أو التليف اللي بتؤدي بعد كده للإصابة بالسرطان. ده من خلال ان انا استخدم كميات كبيره منه خاصه في السوفت درينك. واخيرا وليس اخرا هو من المسببات الرئيسيه للاصابه بالسرطان، وعلشان كده في انواع كتيره جدا من سكر الدايت بعد ما بتنزل الماركت بترجع تتسحب بسبب نتيجتها السيئه. وعلشان كده يبقى السكر الابيض افضل من السكر الدايت، لان كمان الامريكان سوسايتي اوف دايابيتس قالت ان احنا مسموح لنا نستخدم من 2 ل 4 معالق سكر في اليوم، ونقدر بعد كده نقنن الكميات لحد ما نوصل للكميه المناسبه، والكلام ده للشخص السليم المعافى. كمان في بدائل انسب للسكر الدايت او السكر الابيض، لو انت مش عارفها تقدر تسالنا عنها في الكومنت.